اكو لغط انه انت منفصله ومتزوجه وعندك جهال. هواية حكي كل شوية صح، وهواية عناوين باليوتيوب، وهواية مقالات دا تنكتب ما أعرف من دا يكتبها، وأشوف إنه كاتبين أشياء. بالبداية صح، أني كنت متزوجة قبل 2.5 سنين، بس أني منفصلة، تقدر تعتبرني مطلقة منفصلة، يعني مصطلحين أني أتقبله. النقطة الثانية، أني ما عندي أطفال، يعني إحنا زواجنا أصلا ما طول، ما عندي أطفال من هذا الشخص. يعني مو هاي الإشاعات وهذا الحكي لا مو هاي، يعني هواي طلعت إشاعات من هاي البنية اللي تطلع دائما وياك هاي بنت صديقتي داليا. اي بنتها نتالي، أنا كلش أحبها ومن كانت صغيرة وياي، فمن يشوفوها ما أعرف سبحان الله أكو شبه، فيقولون إنه هي بنتها. ودائما أشوف العالم بنت براء الزبيدي، بس هي مو بنتي، بنت صديقتي. فيعني شوف، أنا من الأشخاص اللي أكره يعني أنشهر بالسوشيال ميديا عن طريق هاي الإشاعات والأمور. 2.5 سنين وأكثر أني أشوف أشياء تنكتب، ويوميا أفتح الستوري وأريد أكتب. يعني أحيانا أكو شغلات هيجي تعصر قلبي من جوا، إنه ليش تكتبون عني هذا الشيء؟ أنا والله مو هيجي، فأريد أكتب. بعدين أقول لا براء، لا تبررين هاي، بعدين واحد ياخذها ويسوي كذا وما أعرف شنو هاي. وكنت أنتظر إنه أحكي هذا الشيء يوم من الأيام بالمكان الصح، حتى العالم تفهمه بالشكل الصحيح. كنا نمر بتجارب بحياتنا، سواء نتزوج أو حب وغيرها، وتنتهي. بس هذا الشيء ما يعني انه احنا لازم نطلع بالسوشيال ميديا ونقعد نقول انه اني مثلا انفصلت، وانه اني مريت بتجربه مثلا كذا وكذا. ما احب هذا الشيء. بس كل الاشياء اللي انكتبت عني من ناحيه هذا الموضوع تحديدا هي مو صحيحه ومو حقيقه، مو حقيقيه، العفو، ابدا. كلها كانت مكتوبه بطريقه يعني اني تاذيت من عندها، لانه كنت اني السيئه بالاشياء اللي انكتبت، انه هي كذا كذا كذا. سبب الانفصال هي كانت هي ما ادري شو. فانا اباوع اقول يعني والله حرام عليكم، انتم شلون تقدرون تحكون يعني على الانسان وانتم اصلا ما تعرفوا انه هو شنو مر بحياته وشنو شيء. فبالنهايه انه خلص يعني انفصلت.